ثم عقد رحمه الله هذا الفصل في غزو ذي أمر. ويقال إن هذه المنطقة، يقال في بعض المراجع أن هذه المنطقة قريبة من المنطقة المعروفة الآن بالنخيل، هكذا ذكر في بعض المراجع. وهذه الغزوة في أوائل السنة الثالثة، هذه الغزوة في أوائل السنة الثالثة من الهجرة. قال: ثم أقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة ثم غزا نجدا. ثم أقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة أي من السنة الثانية، من السنة الثانية. ثم غزا نجدا يريد غطفان. وكان بلغه عليه الصلاة والسلام أنهم تجمعوا بهذه المنطقة ذي أمر لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون حربه صلى الله عليه وسلم وقتاله. فخرج إليهم غازيا صلى الله عليه وسلم يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: فأقام بنجد صفرا أي شهر صفر من السنة الثانية كله، هكذا في المصادر، من السنة الثانية، والأظهر والله أعلم الثالثة، صفرا من السنة الثالثة. جميع النسخ الكتاب هكذا أثبت، من السنة الثانية كله. وصفر الذي أقام فيه عليه الصلاة والسلام بنجد هو بعد دخول السنة الثالثة من الهجرة. قال: فأقام بنجد صفرا من السنة الثانية كله أي كل الشهر، ثم رجع ولم يلقى حربا. قال الواقدي: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان تجمعوا بذي أمر يريدون حربه، فخرج إليهم ومعه 450 رجلا، وهربت منه الأعراب في رؤوس الجبال حتى بلغ ماء يقال له ذو أمر، فعسكر به صلى الله عليه وسلم. فرجع عليه الصلاة والسلام من هذه الغزوة ولم يلقى حربا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.